يقول اجت العشائر كلها ارادت تاخذ النساء، بقت زينب. اجت العشيره الاولى الطالب عمر بن سعد، قالوا له احنا بعد لازم ناخذ حرمنا من حرم الحسين، الى ان بقيت زينب وحدها. شنو حال السيده زينب لما بقيت وحدها؟ التفتت الى ابن اخيها بيت الدعاء، الى زين العابدين، قالت لعمه ظليت وحدي بعد ما وياي احد من النساء. قالت لعمه أولى لفونه أولى لفونه الصاير بهنا لا لفونه. عمه أولى لفونه أولى لفونه الصاير بهنا لا لفونه. عمه أو ضيعونه أو ضيعونه بين الأجانب ضيعونه. الإمام زين العابدين يصبر بعمته زينب، يقلها عمه وشلون العتاب وشلون العتاب ويا اليموت شلون العتاب. يقلها عم السد والبايام عم السد والبايام بعد شالوا يا عم والسد والبايام. يقلها يا تقل ولا فارقيت عمه ولا فارقيت عليه معلمه ولا فارقيت يا عم. عمه ولا فارقيت. أريد ونه للسيدة زينب بيت الدعاء. تقل ولا فارقيته ولا فارقيته أنا عليه معلمة ولا فارقيته. عم ظل خال بيته ظل خال بيته أنا خلاف الويلي ظل خالي بيته. عم كان اعتنيته كان اعتنيته أنا بعيد الدرب كان اعتنيته.